السلام عليكم، معكم اخوكم خالد من قناة خالد. فيديو اليوم عبارة عن 5 تطبيقات مفيدة للجوال. طبعا 5 تطبيقات اللي بجيبها تتحمل من الاب ستور فقط، اعتذر. يعني هالتطبيقات للناس اللي معهم ايفون او ايباد، والروابط حق التحميل تلقونها في صندوق الوصف، وان شاء الله اني افيدكم بهالتطبيقات تستفيدون منها. ويلا نشوف التطبيقات مع بعض. بسم الله، نبدأ مع أول تطبيق اسمه كويك فيت. طبعا حق تمارين جدا 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 رهيب يا جماعة، أقسم بالله شيء مذهل. فكرة التطبيق انك تتمرن تمارين كثيرة ب7 دقائق بس، راح يعلمك كل شيء بالتفصيل بالفيديوهات. فيلا نبدأ مع طيب الحين يقول لك استعد، فتسوي التمارين لمدة 30 ثانية. كل تمرين طبعا 30 ثانية. وانت تمشي معه، تحط الجوال على المكتبة، على اي مكان، وتقلد الشخص اللي يسوي تمارين. 3 2 1 rest. الحين الراحة طبعا 10 ثواني. تروح للتمرين اللي بعده، فهذا الجلوس على الحائط لمدة 30 ثانية بعد. وفي تمارين كثيرة، والتمرين اللي ما تقدر تسويه تقدر تتخطاه. فهذه التمارين الموجودة لو تستمر عليها بس بيطلع جسمك خطير، بس للأسف الكسل الخمول هو اللي وقفنا عن هذه الأشياء. ففي مراحل من هالتمارين، فهذه أول مرحلة. بعدين تمرين مكثف للبطن، في مراحل كثيرة ومجانية طبعا، وتقدر تحط تنبيه من الإعدادات، تختار الساعة اللي تبغى تتمرن فيها وراح ينبهك وراح يذكرك فيها. فمنبه التمارين تقدر تفعله وتحط الوقت واليوم، فجدا أنصحكم فيه. وننتقل للتطبيق اللي بعده. التطبيق اللي بعده جدا جدا مفيد، راح يفيدك وراح تحتاجه في يوم من الأيام. طبعا هالتطبيق يحذف لك أي شيء تبغاه من الصورة. يعني مثلا صورت صورة وفي شيء مخرب عليك، تقدر تحذفه من الصورة ويختفي ولا كأنه موجود. فالحين بنسوي تطبيق عملي. نقول ناخذ صورة الحين. طيب عندي هالأشياء، بصورهم صورة كذا. أوكي، نستخدم الصورة. مثلا أنا أبغى أحذف هذه الرسمة، كيف؟ راح أحدد عليها بالأحمر كذا. طبعا يطلع لكم التحديد فوق على اليسار زي ما تشوفون عشان الدقة أكثر. فنحدد. أوكي حددنا. نضغط على السهم، ومثل ما تشوفون أخفالي الشيء اللي أنا أبغاه. فشوفوا. ففي صور كثير نصورها بس يكون في شيء مخرب ونضايق ونحذف الصورة. فهذا التطبيق بيفيدكم جدا. تقدرون بعد تحذفون هذا الجوال. مثل ما تشوفون أخفالنا، ورابط التحميل موجود بالوصف. وننتقل للتطبيق اللي بعده. التطبيق الثالث لوجو ديزاين. تطبيق جدا جميل. فكرة التطبيق باختصار يسوي لك تصميم أو شعار خاص لك. طريقة البرنامج تدخل فيقول لك تبغى من الصور نختار من أول واحدة، نختار الشعار اللي يعجبنا. أول شيء في شعارات كثيرة بس في بعضها بفلوس. فمثل ما تشوفون 1 هذه كلها مجانا، 2 أتوقع أنها بفلوس. أيوة بفلوس. ف1 صراحة فيها أشياء حلوة. اختار اللي يعجبك. يعني هذا الشيء الرئيسي اللي هو التصميم. طيب خلنا نختار. اوكي خلنا نختار هذا. راح تطلع لك هذه الصفحة. اول شيء نختار لون الخلفية. اتوقع راح اختار هذا لون كويس، بغمق اللون شوي كذا. وهنا التكست، طبعا تكتب اسمك او اسم شركتك. تضغط ضغطتين هنا تمسح الكلام هذا وتكتب اسمك. طبعا معروف اسمنا KA. اتوقع اقدر اكتب عربي. اوكي تقدر تكتب عربي بس ما في خطوط العربي. طيب نكتب KALDLD ونختار الخطوط. طبعا هذه الخطوط في بعضها بفلوس بعضها مجانية، بس صراحة اللي مجانية صراحة كثيرة وحلوة ومتعددة. اوكي هذا كويس عجبني. تقدر تخلي شفافية الخط عالية وخفيفة، وتقدر تكبر وتصغر الخط. فبنخليه تقريبا كذا. ويمديك تغير لون الخط، فيه ألوان كثير لكن أنا بخليه أسود أو أبيض، ما أدري والله الأبيض حلو. خلاص بس نكبر الخط شوي ونغير مكانه، نختار المكان اللي يعجبنا. أوكي كذا يكون انتهى اللوجو حقنا. يمديك تغير ألوان الشعار، طبعا تكبره وتصغره. أوكي كذا كان حجمه حلو. اللون يتغير كذا. بنخليه على اللون الأساسي. وخلص اللوجو حقنا. وكيف طريقة الحفظ؟ نضغط صح وذ وسيف وذ، وكذا يكون نحفظ اللوجو حقنا. طبعا انا سويت هذا اللوجو قبل ما اصور،
مثل ما تشوفون. وهذا اللوجو حقنا اللي تو. والله كويس البرنامج، ينفع تحط صورة عرض بالانستغرام كذا تكشخ فيها. والآن ننتقل للتطبيق اللي بعده. التطبيق الرابع فاذكروني، تطبيق جدا 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 جميل. والله لو اتكلم عن التطبيق من اليوم لبكره ما راح اخلص. تطبيق جدا مفيد وفيه كل شيء تبغاه، من ناحية الصلوات، من ناحية اتجاه القبلة، من ناحية الأذكار. هذا أوقات الصلوات بالرياض. طبعا تختار المدينة حقتك، تبغى تحط تنبيه تضغط على هذا وراح يطلع لك تنبيه، تبغى تحط تنبيه على كل الصلوات يمديك، ويحسب لك يعني كم باقي على الصلاة الجاية. مثلا صلاة المغرب باقي لها 2 دقيقة، وفي التاريخ هجري وميلادي، وفي أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم وأذكار عديدة، وفي اتجاه القبلة. طبعا لازم تخلي الجوال كذا. ويقول لك هنا في معلومة، يقول لك تحذير: وجود الجهاز بالقرب من أي أداة معدنية أو حقل مغناطيسي يسبب نتائج خاطئة. فلأن الجوال قريب من الكاميرا عشان كذا مخبط، لكن خلاه بعده. اوكي صح كذا القبلة عندنا. مثلا بالبر كنت ما تعرف اتجاه القبلة، راح يعلمك اتجاه القبلة. فصراحة التطبيق جميل من كل النواحي. فرابط تحميل البرنامج موجود بصندوق الوصف. وعلى فكرة هذا برنامج ترى موجود على الاي او اس والاندرويد، اذا جوالك جالكسي وتبي تحمله تقدر تحمله. البرنامج الخامس والأخير بيكس آرت أو بيس آرت، صراحة ما أعرف أنطقه، بس المهم إنه هذا البرنامج جدا 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 جميل. فوتوشوب، تعرفون الفوتوشوب بس مصغر في الجوال، في كل شيء تحتاجه. يجي على الاي او اس والاندرويد، يعني اذا جوالك جالكسي او نظام اندرويد تقدر تحمله ما عليك. طيب اول شيء نضغط على الزائد عشان نختار صورة من الصور. فمثلا اخترت صورة بيضاء. طبعا الحين انا وش بسوي؟ الحين لما تروح تشوف البانر حق قناتي او الصورة اللي فوق كذا تجيك مستطيلة اللي مكتوب عليها KLDLD وانستغرام وزي كذا، هذه انا مسويها بهالبرنامج. فالحين راح اعلمكم خطوة بخطوة كيف تسوون بانر. اول شيء انا جبت صورة بيضاء كذا عادية، بعدين تكست او الكتابة النص، وكتبت اسمي. تقدر تكتب بالعربي طبعا بس ما في خطوط، وراح اكتب اسمي الحين. فهنا الخطوط كلها مجانية وتقدر تستخدمها. ففي خطوط كثير، انا اتوقع اني اخذت هذا الخط، اتوقع. طبعا هنا اللون حق الحدود حقات الخط، وهنا اللون حق الخط نفسه. طيب تقريبا كذا. وحطيت علامة الزائد، تختار اضافة صورة. طبعا انا عندي صورة سناب شات وانستغرام جايبهم من النت، فاختار هذه وهذه واضافة. نضغط على علامة النجمة، نسوي كذا ونحاول نوزنها. طبعا انا بسوي على السريع، فحطيت انا كذا تقريبا. وسناب شات مثل ما تشوفون صورة مستطيلة، نضغط على علامة النجمة، في هنا حقات القص تقدر تحط نجمة، ما ادري حسه ما راح تضبط. لا خلينا نخليها مربع، صح. فحطيتهم تحت، فاتوقع انه كذا. لو تلاحظون البانر فيه اجنحة، فهذه علامة الزائد، تضغط رصاصات فنية. هنا في كل الرسوم، رسوم رهيبة يعني يمديك تستفيد منها وتسوي لك اشكال وتصاميم، في اشكال رهيبة. فهنا الاجنحة تلقونها، فاتوقع اني انا استعملت هذا ايوه. فحطيت هنا، اتوقع كذا كان اذا ما خاب ظني. فنحط الجناح الثاني. طبعا هو جاء كلهم على اليمين، كيف نقلبهم؟ نمسك هذا كذا وراح ينقلب مثل ما قلت لكم على السريع، اتوقع كذا اذا ما خاب ظني. فحطيت اسهم من الانستغرام وسناب شات انه تشير القلد اللي هي حساباتي في الانستغرام في سناب. هذا الباركود حق سنابي، صور الشاشة وضيفني. ترى قبل ما انزل اي فيديو على اليوتيوب اقول هناك اني بنزل فيديو، او اذا صورت فيديو. وهذا حسابي بعد في الانستغرام، سوي لي فولو. اول ما انزل فيديو راح احط الرابط في البايو، ودائما اسويها. المهم نكمل موضوع حديثنا. وبس هذا البرنامج يمديك تضيف اي شيء تبغاه، حتى فيه تأثيرات جدا جميلة مثل ما تشوفون هنا التأثير. لحظة خلونا نغير الصورة لان ما راح يوضح عليها التأثير. طبعا من هنا تحفظ، راح تطلع لك خيارات وين تبغى تحفظها، فتضغط معرض الصور وراح تنحفظ عندك في ألبوم الصور. طيب مثلا عندي هالصورة من المقطع الأخير، راح أسوي عليها التأثيرات. وهنا طبعا تضغط علامة الزائد، في أشكال، في ضبابية إذا تبي تخلي الصورة شفافة، فتقدر تميز شيء بالصورة. مثلا الكاميرا هذه بميزها، تحدد عليها تصير مميزة بالصورة، يعني مو شفافة. مثل ما تشوفون البرنامج تقدر تكتشفه بنفسك أنت، في كل ما لذ وطاب. وهذه كانت برامجنا، 5 تطبيقات مفيدة. إن شاء الله عجبكم الفيديو، وإذا عجبك أو استفدت أو بتحمل واحد من التطبيقات، سوي إعجاب على هذا الفيديو وانشره. ارسل الرابط لأي واحد، قل له هذه 5 تطبيقات راح تفيدك إذا تبغاها وتحتاجها. واكتب لي رأيك في التعليقات على المقطع، وصل على الرسول اللهم صل وسلم عليه. وكذا نكون انتهينا من الفيديو، وأشوفكم بفيديو جاي، ومع السلامة.